السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طريقة عمل المحشي يا بنات هو سهل جدا. انتوا عارفينه كذا مرة. يعني كله عارف دلوقتي. ما فيش حاجة اسمها اسرار دلوقتي. النت ما خلاش في حاجة اسمها اسرار. فاحنا لازم نستعد في الموسم بتاعنا. احنا يعني مثلا قبل يوم الخميس ده، يوم كل خميس ده موسم. احنا بنعمل ايه؟ بنكون مثلا يوم الاربع او يوم الاثنين بكونوا جايبين المحشي ده محضرينه وغاسلينه ومكيسينه ويا دوبك على الحشو بس. انا اما عاوز اعمل اللي هو البدنجان، انا يا اعمله امرده زي ما انتم شايفينه واخليه في الكيس بتاعه لحين استخدامه واغسله واخلي الخضار بتاعه مغسول وكل حاجه مغسوله، مفيش غير على الحشو وكل حاجه بتبقى جاهزه. بقى ايه محضراه قبليه بيوم. والله بتفرق معاكم يعني. لا هتحتاجوا شغالين ولا هتحتاجوا شغالات. دلوقتي النهارده الشغاله اللي بتيجي بتاخد 500 جنيه بس على غسل الاطباق. كم حله وكم طبق وتوضب لك البوتاجاز وكده. تقول لك انا خدت خلاص كده. لا معلش يا مدام، خلاص خلصنا على كده. حقيقة يوم تاني اعمل لك الحيطان والبيبان. البيبان والحيطان ده ب1000 جنيه والستاير ب1000 زيهم يعني. وفي الاخر تقول لك تشكيلك يمكن انا عندي ظروف ماديه. يا بختكم مرتاحين ويمكن تيجي تستلف منك 5000 جنيه على البيعه. فانا لما انظم كل حاجتي في اليوم مش هحتاج لحد، لا احتاج لامي ولا امي ولا شغاله ولا اي حد ابدا. إيه والله المستعان. ربنا يدينا الصحه يا رب كلنا. اللهم بارك يا رب. هو احنا في زمن النت يعني. احنا بس سيبوا النت من ايديكم والله هتفرج. واكتب اللي انت عاوزاه يوميا، طلباتك والعباداتك وكله اكتبيه.